من جديد تحط قافلة الأمل والمحبة والتعايش السلمي التي يسيرها الاتحاد العالمي لأدباء الحسانية الرحال هذه المرة في مدينة كيهيدي وسط حشد شعبي يرى في التنوع الاجتماعي والثقافي عامل ثراء يعضد الجهود المبذولة لتقليص الفوارق وتبعاتها السلبية، وذلك ضمن مشروع ثقافي يهدف إلى تعزيز اللحمة الاجتماعية داخل البلاد. أولا مرحبين بهذه القافلة ومثمنين جهودها، ونرى أنها حقيقة جاءت في الوقت المناسب وقبلت بلدها وموقعها اللي يليق بها. هذا مهم التأكيد عليه. قبلته من عدة اعتبارات، قبلته بحكم أن الحمد لله اليوم في عهد يطبع مستوى من الانسجام ومستوى من التآخي ومستوى من التوافق اللي قال له ألا يتم التأكيد على ذيك الإرادة السياسية وذيك الإرادة المجتمعية نحو أن نعود مجتمع واحد وإطار واحد متكامل. القائمون على هذه القافلة أكدوا ضرورة تعزيز القواسم المشتركة بين كافة أطياف المجتمع، وأن الوحدة والتضامن والاعتزاز بالهوية الوطنية هي أساس الرقي والنهوض بهذا البلد. قافلة الأمل والمحبة والتعايش السلمي المسيرة من الاتحاد العالمي لأدباء الحسانية حطت رحالها اليوم بمدينة كيهيدي، ليس بالصدفة ولا بالاعتبار. هاي المدينة مدينة التعايش السلمي بامتياز، في مناخ التعايش السلمي، في مناخ المحبة، في مناخ وجد فيه الموريتانيون أنفسهم ووجدوا فيه ضالتهم. من خطاب ودان اللي قال فيها رئيس الجمهورية عن يحز في نفسه عن هناك أي تفاوت عرقي أو طبقي. من هنا شع الأمل، من هنا قالوا الشعراء في الاتحاد العالمي للأدباء الحسانية عن الشعر هو ديوان الموريتانيين. وقد تخللت النشاط وصلات غنائية وفقرات متنوعة أن عاشت الحفل وقدمت صورة واضحة تجسد ما تحظى به الهوية الوطنية من تنوع ثقافي واجتماعي. واختتم الحفل بتوزيع شهادات تكريم على مختلف الفاعلين والمساهمين في إنجاح هذه القافلة وحملاتها التوعوية الهادفة إلى زرع الأمل والمحبة والتعايش السلمي في المجتمع. محمد المصطفى فابو، الموريتانية، مدينة كيهيدي.